حبك للنادي من صغرك مش هيمنعك تلعب للنادي المنافس، ومش بس المنافس ده الغريم التقليدي. وممكن تفتكر ان ده حصل مع زيزو بس، لكن خلينا نقول ان ده حصل كتير جدا ومع لعيبه اساطير في كرة القدم، وده اللي هنتكلم معاك النهارده عنه. حالات خيانة سطرتها كرة القدم. في سنة 2004 وبالتحديد في انجلترا في نادي ارسنال كان في لاعب شاب عنده 20 سنة اسمه روبن فان بيرسي، بيتم الاعلان عنه وانه انضم للنادي، وهو كان موهوب جدا ومجتهد وبالعامية كده يجي منه. بس في الوقت ده كان في غزال اسمر بيتجول في ملعب الامارات وهو تيري هنري، وطبعا كان مكسر الدنيا، فبالتالي فان بيرسي دكة لحد اليوم اللي برشلونة تتعاقد فيه مع هنري. فهنا فان بيرسي بقى عنده فرصة للعب طبعا، ولعب وبقى نجم الفرقة فعلا. وفي سنة 2009 جدد عقده مع أرسنال، وخرج في تصريح وقال: قلبي متعلق بأرسنال ولا يمكنني رؤية نفسي بقميص غير أرسنال. تسمع كلامه كده تحسه لويال للنادي وخلاص على أعتاب إنه يبقى أسطورة هنا، وغير رقمه من 11 ل 10، وده طبعا كان رقم الأسطورة دينيس بيركامب. وفي سنة 2011-2012 بقى هو القائد، وكل جماهير أرسنال كانت بتحبه. وفي الموسم ده سجل 30 هدف علشان يبقى هداف الدوري وثامن هدافين أرسنال عبر التاريخ ب 132 هدف. وبالرغم من ان الارقام دي كويسه الا ان فيها عائق كبير، وهو ان فان بيرسي مش عارف يحقق بطوله، وده خلاه مش راضي عن النتائج بتاعه الفريق، واللي خلاه يخرج بتصريح صادم ويقول انه مش هيجدد لارسنال. ودي كانت طبعا صدمه كبيره للجماهير. بس كان في صدمه اكبر بكتير، وهي انه مضى لمانشستر يونايتد، وهنا الجماهير حست بالخيانه، وكانوا شايفين ان لازم يفضل لحد ما اوضاع النادي تتحسن ويعدوا الفتره السيئه دي. بس هو سابهم واختار طريق الفلوس، وكمان خرج في تصريح بعد ما وقع وقال: منذ الطفولة وأنا أحلم باللعب لمانشستر يونايتد. وقلبك المتعلق ومش هتلبس تيشيرت غيرهم وبتاع. ولسان حال جمهور أرسنال: مش كنا على الحلوة والمرة متعاهدين؟ ليه تنسى بالمرة عشرة بقالها سنين؟ وخلي بالك اليونايتد مش نادي خطاف رجالة، ده ياما اتبهدل. هقولك ازاي. في سنة 2007 انضم لاعب أرجنتيني لليونايتد اسمه كارلوس تيفيز، كان جاي من وست هام، مهاجم سريع وهداف، وعنده جرينتا مهاجم فردة يعني، وكان بيقدم مستويات مرعبة في ظل وجود عتاولة معاه زي رونالدو وروني، والكل توقع انه هيبقى ليه بصمة تاريخية في تاريخ الشياطين الحمر. بس كده يا سيدي، هو الجمهور بتاع اي فريق بيتوقع من هنا والدنيا بتتقلب من هنا، وتحصل مفاجأة مرعبة. تيفيز يرحل عن اليونايتد علشان شايف انه مش متقدر ويستاهل مكان احسن من كده، فراح مانشستر سيتي اللي هو النادي المنافس الغريم الخصم العدو المكروه اللي كل حاجة سيئة عند جمهور اليونايتد. والمشكلة الأكبر إن السيتي لما الصفقة تمت جابوا بانر كبير عليه صورة تيفيز وجملة ويلكم تو مانشستر. انت شايف البجاحة؟ يعني حتى ما قالوش السيتي، لا مانشستر، اللي هو احنا ما فيش غيرنا. والسير أليكس فيرغسون وقتها اتهمه بالخيانة، وتيفيز تحسه ما كانش بيحس ولا عنده ضمير، لانه في اول ماتش ضد اليونايتد سجل هدف وقعد يشاور للجمهور انهم يسكتوا وما يتكلموش. وطبعا انت بتحسب ان مفيش خيانه اكتر من كده. بس تعالى، في باك شمال كان في اكاديميه ارسنال واتصعد للفريق الاول سنه 99 وهو يدوب 18 سنه كده، وبسرعه جدا بقى واحد من افضل الباكات في العالم، وسريع وبيدافع كويس ومهاري وبيساهم في الاهداف بشكل كبير، حاجه تحفه يعني. وكان كسب مع أرسنال لقبين، منهم لقب الدوري اللا هزيمة سنة 2004، والجماهير طبعا كانت بتحبه جدا. وهنا تعرف ان القصة هتنتهي خلاص. في سنة 2005 كان في مشاكل ما بينه وما بين إدارة النادي، علشان كان شايف انه مش متقدر ماديا وعايز فلوس زي ميكي كده في قطر الحياة. وفي نفس الوقت كان كبير الصناعية تشيلسي قاعد مستني ومراقب الموقف، وحصل كلام ما بين اللاعب والنادي، ودي كانت فضيحة كبيرة اتسمت بالاجتماع السري. وده كان اجتماع مع مدرب تشيلسي وقتها جوزيه مورينيو، اللي عاملين عن مسيرته كذا حلقة هتحتاج تشوفها طبعا. الاجتماع ده كان من غير ما نادي ارسنال يكون عارف، فدي كانت الفضيحة وقتها، وده انتهاك لقوانين الفيفا. فكان في غرامات مالية على اشلي كول ومورينيو وكمان تشيلسي، بس ده ما منعش ان الصفقة تمت واشلي كول وقع معاهم. والفكرة ان تشيلسي غريم ارسنال، ده غير الطريقة نفسها والفضيحة، وكل ده علشان قرشين زيادة. فجمهور ارسنال في اول ماتش ضد تشيلسي فضلوا ينادوا عليه ويقولوا له كاشلي كول بدل اشلي كول، وده طبعا عشان الفلوس، ورموا عليه فلوس مزيفة كمان. طب والله الجمهور دمه خفيف رغم ان اتضحك عليه.
يعني لو فكرت هتحس انك ممكن تدافع عن فان بيرسي، ممكن تدافع عن تيفيز لانهم مش ولاد النادي يعني، بس اشلي كول كان غريب. بس تعرف ان برضه في اغرب؟ في نادي اسمه توتنهام كان عنده مدافع اسمه سول كامبل، مدافع شجاع وتقيل كده وكان محبوب جدا ويعتبر عمود من أعمدة النادي اللندني. لعب معاهم أكتر من 9 مواسم ومن أبناء الأكاديمية، يعني من قلبه وروحه توتنهامي، فخلاص هيبقى كابتن بقى ومدافع جامد ويكمل حياته ويدرب الفريق وهكذا. ده السيناريو الطبيعي والمتوقع، بس لو كان ده حصل أكيد ما كناش هنتكلم عنه النهاردة. سنة 2001 كامبل عقده انتهى وكان في إشاعات إنه هيمشي من النادي، بس طلع كامبل يطمن الجمهور وقال لهم أمشي إزاي؟ أنا مكمل معاكم، ده أنا عمود الفريق. ويا دوب الموسم خلص والعمود خدها جري ومضى في أرسنال، أكبر عدو لتوتنهام. غريمه في ديربي لندن بقى عنده المدافع اللي هو رباه وكبره وعلمه كورة. غريبة الناس غريبة الدنيا دي، حتى العمود بيتغير عليا. بس بصراحة كامبل ما شافش الخير إلا لما راح أرسنال، بس ده ما يمنعش إن ده أعظم خيانة في تاريخ الدوري الإنجليزي. بس أعظم خيانة في تاريخ الكرة على الإطلاق هي اللي هنتكلم عنها دلوقتي. سنة 1995 نادي برشلونة تعاقد مع البرتغالي لويس فيجو، جاي من نادي سبورتنج لشبونة، صفقة عادية، لاعب متألق وأنا هشتريه واستثمر فيه كمان وإن شاء الله يبقى نجم. وده فعلا اللي حصل. في 5 سنين بس فيجو بقى أفضل لاعب في الفريق ويعتبر أفضل لاعب في العالم وقتها، وطبعا كان معاه لعيبة زي ريفالدو وجوارديولا وكان محبوب بطريقة مش طبيعية. خلينا نبص للغريم الملكي، كان في فترة تخبط وانتخابات وحاجات ريحتها جمعية عمومية، وكانت الانتخابات بين 2 بيريز وسانز. وبيريز وقتها ما كانش قوي زي ما انت عارفه دلوقتي، هو كان مجرد رجل أعمال معاه فلوس، بس عنده إدراك كامل إن الفلوس قادرة تعمل أي حاجة، وده كان سلاحه في الانتخابات دي. بيريز كان لازم يعمل معجزة علشان يكسب، ففكر إنه يضم فيجو، والجماهير وقتها قالت لك يا عم ده مجنون سيبك منه، فيجو ازاي يعني؟ والجمهور هنا كان عنده حق، لأن فعلا فيجو في الوقت ده كان مكسر الدنيا مع برشلونة وبيحب الفريق بشكل مرعب، لدرجة إنه صبغ شعره بألوان علم الفريق وصرح كذا مرة عن قد إيه هو ما بيحبش ريال مدريد، فمستحيل يعني يسيب فرقة ويجي للغريم اللي هو أصلا بيكرهه. بص هو كلام منطقي فعلا، بس الفلوس قادرة تخلي أي حاجة مستحيلة ممكنة، وده اللي شافه بيريز، وخصوصا إن فيجو وقت التجديد كان عاوز قرشين زيادة، وبالعقل كده القرشين دول مع مين؟ بالظبط مع بيريز. فلعب بقى على الثغرة دي وكلم لعيب قديم في أتلتيكو مدريد اسمه باولو فوتري وقال له بص أنا عايزك تجس نبضه هو ووكيل أعماله جوزيه فيجا. ووقتها فيجو ووكيله حسوا الموضوع إفيه كوميدي مطلوب نرميه في سوق الانتقالات، وعلشان تبقى مدرك بعد الصفقة حالة فيجو وقتها تشبه حالة رافينيا مع برشلونة مثلا، فما ينفعش نصحى نلاقي رافينيا في الريال، مش منطقية يعني. بس بيريز كان شايف إن دي الورقة الرابحة الوحيدة اللي ممكن يكسب بيها الانتخابات، غير كده هيخسر طبعا. وبعد محاولات بيريز خرج الصحفي دي لمورينا وسرب خبر بيقول بيريز هيتعاقد مع فيجو لو كسب الانتخابات، ولو كسب وما جاش فيجو هيدفع اشتراكات اعضاء الجمعيه العموميه للنادي لمده سنه. والخبر كان حقيقي فعلا، لان بيريز وقع مع مدير اعمال فيجو انه لو بيريز كسب هيدفع الشرط الجزائي لفيجو، ولو ما جاش مدريد تدفع لي 30 مليون يورو. وفي حوار كان بيريز وفيجو على موضوع ال 30 مليون ده، وبيريز قال له انا مش هيفرق لي ال 30 مليون في حاجه، انا بس عاوزك تكون في الفريق معانا. وبعد يورو 2000 فيجو كان واخد اجازه عشان يريح، فسافر له وكيل اعماله والمرسول اللي بعته بيريز اللي هو باولو فوتري بتاع اتلتيكو مدريد، وقدروا يقنعوه انه يسيب برشلونه وان مستقبله في مدريد هيبقى احسن. وفي 24 يوليو سنه 2000 بيتم الاعلان عن انتقال لويس فيجو لاعب برشلونه الى ريال مدريد. وطبعا بيريز كان كسب الانتخابات وبقى رئيس للنادي، وجماهير برشلونه وقتها اتصدمت طبعا وقالوا عليه خاين وغدار وغشاش وكل الالفاظ اللي تيجي في بالك. ومع ظهور فيجو اول مره مع ريال مدريد ضد برشلونة في الكامب نو، الجماهير استقبلته بشكل عدواني جدا، وكان فيه صافرات استهجان بشكل هستيري، ورموا عليه اي حاجة تيجي في بالك، ده حتى رموا عليه راس خنزير، انت متخيل؟ ودي طبعا كانت اعظم خيانة في تاريخ كرة القدم. بس خلينا نقول ان كل الحالات دي مع اختلاف درجة الخيانة الا انها فعلا بتحصل باستغلال الثغرات، يعني لاعب ما جابش بطولة فمشي والتاني متقدرش،
والتالت مرتبه كان قليل، وهكذا. كل واحد فيهم كان عنده ثغرة من وجهة نظره، والجمهور بيتصدم لأن النجم اللي عندي بقى عند غريم المباشر. يعني مثلا أحزن لحظة لجماهير برشلونة لما ميسي مشي وبعدها راح باريس، وقتها ما حدش زعل منه ولا اعتبرها خيانة، لأنه راح لنادي بعيد تماما عن برشلونة عكس فيجو مثلا. هي دي الفكرة، والحالات دي مش بس على الجانب العالمي، لا ده في الجانب المحلي، وأشهرها دلوقتي انتقال أحمد سيد زيزو نجم الزمالك لغريمه التقليدي النادي الأهلي. وبالرغم من قصة الحب الكبيرة بين زيزو وجماهير نادي الزمالك، وقد إيه الجمهور كان شايفه في وقت من الأوقات هو الأمل الوحيد إن الفريق ينافس ويكسب بطولة، ولكن زي ما شاف بيريز إن الفلوس قادرة تخلي أي شيء مش منطقي ويحصل وعادي جدا، ممكن صفقة زيزو شبه صفقة لويس فيجو، لأنه برضه نجم الفريق وحصل مشكلة وقت التجديد، وبرضه اتقال له إن المستقبل في الأهلي أحسن لأنه هيلعب كأس عالم وأفريقيا، غير تدهور الزمالك اللي عالم هيرجع إمتى. فكل دي أسباب كفيلة تخلي أي لاعب يفكر ويقرر إنه يمشي حتى لو هيروح للغريم التقليدي. وبكده نكون اتكلمنا معاك عن أعظم الخيانات في كرة القدم. فهل شايف إن في انتقال غريب أو خيانة كبيرة ما اتكلمناش عليه؟ اكتب لنا في الكومنتات.